السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحكم جميعا. العملة دي طبعا كلنا عارفينها، عملة متداولة موجودة بين ايدينا ليل ونهار، ظهر عصر مغرب عشاء، على طول معانا بنصرفها واحنا رايحين السوق السوبر ماركت، بنقضي حاجتنا، بنشتري حاجات، تليفونات، ايا ما يكون. ما نقدرش نمشي من غير الورق ده. بس العملة دي اللي هي 200 جنيه، في ورقة منها واحدة بس بتعمل أكتر من 30,000 جنيه، لها مواصفات خاصة. ورقة واحدة بس بتعمل أكتر من 30,000 جنيه. يا بخته يا حظه اللي موجودة معاه ومش أخد باله. هقول لحضراتكم على مواصفاتها. المحافظ فاروق العقدة، تاريخ الإصدار بتاعها 3/4/2007. بكرر، تاريخ الإصدار 3/4/2007. أول 200 جنيه اتطبعت هي اللي بتعمل أكتر من 30,000 جنيه، بتوقيع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة. وليها حاجة تانية هنا، يه 22 بيبقى يه 1، والسبع أرقام دول بيبقوا صفار، يعني السبع أرقام دول صفار. واليه اللي هنا بتبقى يه 1 اللي موجودة معاه، ودي حقيقة بتعمل أكتر من 30,000 جنيه، ولو صبر عليها سنة هتوصل ل50,000 جنيه، لأنها رقم مميز. وأول ورقة اتطبعت من 200 جنيه. الكلام ده حقيقي فعلا، اللي أنا بقوله لحضرتك ده هو الحقيقة. أي حد يقول لك أصل في رقم مميز بادئ ب3 5 و4 6 و3 7، كل ده كلام فاضي، مفيش الكلام ده. ممكن بقى أرقام مميزة فعلا بيبقى 7 5 7 7 7 6 7 أصفار، بتجيب فلوس، بس ما بتجيبش نفس السعر اللي أنا قلت لحضراتكم عليه اللي هو 30,000 جنيه فما ويزيد عن كده. أرجو أن يكون حضراتكم استفدتوا من الفيديو. متابعة ولايك للفيديو، وتابعني على اليوتيوب، اعمل اشتراك في القناة محمد حكيم بورسعيد، وتابع معايا كل جديد. وكل سنة حضراتكم بخير، واشوفكم على خير الحلقة الجاية.